شافت جثته متعلقة في التلاجة ودي كانت بداية الكابوس. النهارده هنرجع بالزمن لسنة 1986 وقت إنتاج فيلم الهروب من الخنكة. ماجدة الخطيب في الفيلم هتقوم بدور نشوى الصحفية اللي بتدافع عن حقوق الإنسان، ووريثة مع أخوها سعيد عبد الغني في حتة أرض. هيرجع صاحب الأرض الأصلي اللي هو نور الشريف وهيقول انا لها: كل اللي املكه من الدنيا حته ارض ورثتها عن المرحومه والدتي. الارض دي تساوي دلوقتي اكتر من مليون جنيه. حته الارض دي اتسرقت واتبنى فوقها ثلاجه كبيره. ثلاجه ملكك انت واخوك فؤاد المنشاوي. وكمان هيقول لها ان هو قابل اخوها بس بعت له بلطجيه علشان يتنازل عن الارض بربع ثمنها، بس هو طبعا مش موافق، والحاله الوحيده اللي ممكن يتنازل عنها ان هو لو خد ثمن الارض كلها. هتروح تفتح الموضوع مع اخوها سعيد عبد الغني وتقول له لازم يرجعوا للراجل حقه، وانها هتقابل نور الشريف بالليل قدام الثلاجه الساعه 10 علشان يتفقوا مع بعض. على طول اخوها هيروح لشريكه كمال الشناوي وهو صاحب مصحه كبيره ويقول له، مصطفى صاحب الارض اكتشف حكايه التزوير في الشهر العقاري. ويقترح عليه ان نور الشريف يتقتل علشان يخلصوا منه. وفعلا هيروح نور الشريف في الميعاد وهيطلع عليه ثلاثة ويموتوه. وهتروح ماجدة الميعاد وهتتفاجئ بجثة نور الشريف متعلقة وسط اللحمة في التلاجة. بس المصيبة لسه ما بدأتش.